غاب الإبداع مع ارتفاع الأسعار، ولكن عدنا لكم بإبداع جديد من مهندس مصري حاول وفكر إن هو يصنع توك توك بالكامل. وأنا بحييه على محاولته وعلى إن هو قدر يصنع توك توك بالكامل بإمكانيات بسيطة. رغم إن كتير من الناس ممكن يكون كان محبط ليه وقال له يا عم مش هينفع يا عم، مش هتعرف تعمله. لكن زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين عمله، والتوك توك ماشي بكل سهولة وكل بساطة. وعمله بتصميم رائع جدا قد يشبه بشكل كبير التوك توك الحقيقي. مع بعض برضو يعني التعديلات اللي بس لو الراجل ده لقى تشجيع او لقى يعني مساندة مالية، هيقدر ان هو يطور ويعمل شكل افضل من كده. وتوك توك بالكامل يعني هو كلفه تكلفة ما تعديش ال15,000 جنيه. للأسف إن يعني كان معرفتي بيه بسبب إن هو كان عايز يبيعه. شايفين التوك توك اللي قدام حضراتكم؟ كان عايز يبيعه وخردة عشان خاطر يعني يلم التكاليف اللي هو صرفها. لأن طبعا يعني الناس ما بترضاش إن هي تاخد حاجات زي ديت صناعة يدوية. يعني الناس بتقول لك لا أنا ما مش هاخده كده، أنا هاخده خردة. فهو كان بيبيعه خردة وعايز فيه سعر 15,000 جنيه. واللي عايز بقى يكمله أو يطوره يقدر إن هو يطور فيه براحته. موتور تروسيكل زي ما حضراتكم شايفين، ومصنع قمر يدوي من الصفر، وعلى عمود كردان زي التروسيكل بالظبط وكورونا. حاجة جميلة جدا بس محتاجة تطوير ومحتاجة مساندة ودعم مالي. وهي دي المشكلة والعائق اللي بيوقف أي حد عايز يعمل فكرة أو يعمل حاجة. بس الله ينور عليك، شغل جميل جدا جدا جدا. ويعني دي فكرة بسيطة يعني ممكن تكون مشجعة لناس كتير ان هي لو عايزة تشتري توك توك او عايزة تعمل توك توك بنفسها، هتجيب موتور تروسيكل وكرونة تروسيكل، وتقدر ان انت تصنع التوك توك ده بنفسك. لو عندك فكرة عن الحدادة، عندك فكرة عن الهندسة والكلام ده كله، ممكن تعمل توك توك بسيط زي ما انت شايف. هيبقى حاجة جميلة جدا. ويا جماعة يعني شكله زي التوك توك الحقيقي بالظبط، حتى الرسومات اللي في الجنب عاملها شبه التوك توك ال 2001 ل 2022. حاول برضو ان هو يعمل الشكل من قدام زي برضو الشكل ال 2000 او التوك توك المضلع اللي هو من 2014. حاجة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. ربنا يوفق كل مجتهد، ولكل مجتهد نصيب، وربنا يوفق الجميع. شكرا لكم على المشاهدة، وهسيب لكم رقم